من هو نبي السلفية وما هي صفاته؟ تميز رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالأخلاق الرفيعة والحكمة البالغة، فكان مشعل هدى ونور وساعيا بتزكية النفوس وتهذيب الأرواح وإثبات رسالة السماء إلى الأرض بالأخلاق والكلمة الطيبة. لقد أرسله الله رحمة للعالمين وجعل خلقه آية من آيات النبوة، فقال في كتابه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه هي عقيدتنا في رسولنا الكريم. ولكن للبخاري والسلفية رأي آخر، فلديهم نبي يتمتع بصفات فاحشة من اختراع البخاري وصدقها السلفية ومن على شاكلتهم لتوافقه مع أخلاقهم وفواحشهم. فمن هو نبي السلفية وما هي صفاته؟ هيا بنا لنتعرف عليه وفقا لما جاء في البخاري وبحسب تبريرات السلفية ودفاعهم عن نبيهم. نستعرض لكم جانبا من صفاته. الصفة الأولى: يبول واقفا بالمزابل أمام الناس. الصفة الثانية: زوجاته يكلمهن البر والفاجر بحسب وصف عمر لهن أمام النبي. الصفة الثالثة: يباشر زوجاته بنهار الصوم بحسب نقل السيدة عائشة. الصفة الرابعة: يشرب الخمر. الصفة الخامسة: يضع خده على خد زوجته عائشة أمام الناس كما نقلت هي ذلك. الصفة السادسة: يدعو لزنا المعاشرة. الصفة السابعة: يريد الانتحار. الصفة الثامنة: يتلفظ بالألفاظ الفاحشة ويذكر العورة بشكل صريح بقوله لمن تعزى بعزاء الجاهلية: فعظوه بهن أبيه ولا تكنوا، وإقراره لقول أبي بكر لعروة: أمصص بضاد راء اللات. الصفة التاسعة: يتعرى أمام الناس. الصفة العاشرة: في بيته مزامير الشيطان كما وصفها أبي بكر بقوله: مزمارة الشيطان في بيت النبي. الصفة الحادية عشر: يعتقد ويصدق بدعوى الحبر اليهودي بأن لله أصابع يرفع بها السماوات وسائر مخلوقاته ويهز ويرقص. هذا جانبا من فحش كتاب صحيح البخاري وخزعبلاته تجاه أعظم الخلق ومتمم مكارم الأخلاق، نبينا الذي قال عنه الله سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.